عقوبه معلنه. تمام. خلاص يعني. بس يا كابتن عزمي حضرتك كان ليك معايا مداخله وحضرتك قلت لي من 10 ايام 72 ساعه والعقوبه هتكون موجوده. هو ايه اللي بيأخرها يا كابتن عزمي؟ في حاجات مستجدات بتحصل يا جماعه. في مستجدات لان احنا برضو بيهمنا امن وسلامه البلد يا جماعه. القرار لازم ان يكون فيه شيء من الحكمه والسياسه يا كابتن سيف. احنا ما عنديش مشكله اقول القرار في اي وقت، لكن في توقيت معين بيطلع فيه القرار قبل نهايه الاسبوع ده هيعلن وعلى مسؤوليتي ان لم يحدث جديد، لكن ان شاء الله ما فيش جديد وهيعلن قبل نهايه الاسبوع ده ان شاء الله اللي احنا فيه ده. كابتن عزمي الدوره التنشيطيه دي هتتلعب ولا في كلام ولا ايه الموضوع؟ الناس متصوره حاجه خطا، متصورين ان الشرطه مش عايزه نشاط. متصورين ان الشرطه مش عايزه نشاط، الشرطه عايزه النشاط يرجع، لان عوده النشاط ده ثقه فيهم. احنا ان شاء الله يوم الخميس في اجتماع في وزاره الداخليه مع السيد محمد ابراهيم وزير الداخليه والسيد اللواء سامي سيدهم، وهنحط النقاط ان شاء الله على الحروف باذن الله على كل المسابقات باذن الله. كابتن عزمي خناقتكم كلجنه مؤقته يعني بتديروا، كنا لسه بنقول برضو قرارات صعبه الله يكون في عونكم، يعني الخناقه سببها ايه؟ يعني برضو ليه في معارضه وليه برضو في خناقه وفي اختلاف ايه السبب؟ مين اللي بيتخانق؟ مين اللي بيتخانق؟ مجموعه برضو من المعارضه. برضو الكلام ان هم طلعوا على المجلس القومي للرياضه وكان في شك. دي بعض رؤساء الانديه ومراكز الشباب طالعين عايزين يعملوا جمعيه عموميه، والجمعيه العموميه في تبع اللوائح يا كابتن سيف. احنا ما فيش حد له مصلحه ان ياخر الكلام ده خالص والله، بس في نظام معمول بيه التعديلات اللوائح وصلت للاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي بعت خطاب المصري ان اللوائح وصلت وبيتم مراجعتها وهيتم اعتمادها. بعد ما تعتمد وتتبعت للاتحاد المصري هيتم دعوه جمعيه عموميه غير عاديه لاعتمادها. دي لائحه الاتحاد الدولي، ليس لنا دخل فيها. كابتن عزمي طلع امبارح مجموعه من الفضائيات والاعلاميين وقالوا ان يعني المجموعه اللي بتدير اتحاد الكوره اخذوا جواب الفيفا وغيروه وخبوه وفي الترجمه قالوا كلام ما حصلش، واحنا عرضناه دلوقتي. عشان ايه يعني؟ عشان ايه يا جماعه؟ انا مش عارف احنا امتى والله العظيم يا كابتن سيف احنا نبقى احسن بلد في العالم لو حبينا بعض واحترمنا بعض وقلنا الحقيقه. لكن انا هيجي الجواب من الاتحاد الدولي، خليك معايا حضرتك. معاك. هغير فيه ليه ولصالح مين؟ ما احنا عرضنا الحقيقه على الشاشه وترجمنا ويعني فيها تبرئتكم، يعني فيها ان انتوا برضو ناس ماشيين بشكل مظبوط. انا بقول لحضرتك يعني ليه الادعاءات دي اللي ملهاش لازمه دي؟ عشان ايه يعني؟ بصراع على المناصب يا عم تعالى خد اللي انت عايزه بالمناصب، لكن نقول الحق بس، لان مش من الواجب ان انت تتهم ناس بدون مستند رسمي او بدون اي حجه معاك. يعني ما ينفعش جواب من الاتحاد الدولي جاي اغير فيه ليه يعني؟ عشان ايه؟ عايز افهم انا عشان ايه؟ كابتن عزمي سمعت حضرتك دلوقتي بتقول يعني هو كل ده ليه صراع على المناصب؟ هي الناس اللي بتتخانق دي عايزه كراسي؟ والله ما انا عارف يا عم الكراسي زايله والله. انت عارف كل حاجه يا كابتن عزمي، قول الحقيقه، انت كل حاجه عارفها. بقول ايه؟ ما كل واحد ما هي صراع يعني. ايوه انا معاك صالح صراع كراسي صراع اي حاجه، هنقول ايه يعني؟ لكن والله انا الناس يعني اولا اتحاد الكره ده بيت للجمعيه العموميه ويشرف في اي وقت، بس نشوف اللوائح اللوائح اللي هي بتبص على العمل يا جماعه وتنظيم العمل بس، مفيش اكتر من كده يعني. كابتن عزمي الكاف دلوقتي مديلكم يعني مهله لحد 30 يوليو عشان تعدلوا اللوائح بتاعتكم وتعملوا دوري محترفين، هل ممكن تستعينوا مثلا بلجنه للموضوع ده ولا انتوا هتتولوا الامر ده؟ والله اصل الناس متصوره ان دوري المحترفين وتشكيل رابطه الانديه المحترفه دي شيء عويص، ابدا والله موضوع سهل جدا، ويمكن اللي هو محمد عبد السلام يعني اتكلم فيه والاستاذ ممدوح عباس والكابتن حسن حمدي، ناس كتير قوي اتكلموا فيه. الموضوع بسيط جدا غير ما تتخيل الناس يعني، ما فيهاش مشاكل خالص. القصه كلها عايزه نقوم بتشكيل اللائحه، تشكيل الرابطه
والانديه تعدل اوضاعها وتوفق اوضاعها ويتوكل على الله. احنا اتاخرنا كابتن سيف كتير والله. طب وايه سبب التاخير يا كابتن عزمي؟ والله مع سبب التاخير احنا برضو انت عارف يا احمد في حاجات بتعوقك كتير يا كابتن سيف، في معوقات كثيره جدا، لكن انا بقول ان المساله يعني سهله جدا وبسيطه جدا وربنا يسترها ان شاء الله والامور. وانا اتوقع ان احنا المفروض يعني الموسم الجاي او اللي بعده اقصى تقدير يكون في دوري المحترفين يعني. كابتن عزمي اللي نفهمه من كلام حضرتك كده، هل في انتخابات قبل شهر 7 في اتحاد الكوره ولا ده موضوع يعني يعتبر نكته؟ والله يعني شهر 7 اللائحه بتقول لك ان بعد الدوره الاولمبيه. تمام، والدوره الاولمبيه في 7. في حاجه تنص ان هي ممكن اقامه الانتخابات مفيش مشاكل خالص، اذا كانت الناس مستعجله مفيش مشاكل خالص اذا كانت تتفق مع اللوائح يعني. طب وحضرتك قريب من الجمعيه العموميه، راي الجمعيه العموميه ايه؟ معظم اعضاء الجمعيه العموميه رايهم ايه؟ وانت دلوقتي محتك بيهم كلهم. مش متفقين كلهم. يعني في ناس عايزه وفي ناس عايزه تبقى بعد الدوره الاولمبيه عشان تقعد 4 سنين. في ناس بتقول لك لا ايه المانع ان تتعمل دلوقتي وتبقى 4 سنين. يعني في اختلاف في وجهات النظر يعني. طب وايه يا كابتن عزمي الاتهامات دايما اللي بتتقال ان ادي خفيه مش عايزه انتخابات دلوقتي لمصلحتها عشان تنزل إيه؟ انتخابات؟ عشان ايه؟ ما انا مش عارف هو مين اللي مش مصلحته يعمل انتخابات دلوقتي عشان ينزل انتخابات؟ ولا حد. والله ولا حد، اقسم بالله ولا حد. ويا ريت يعملوا انتخابات من بكره، ايه المشكله؟ يا ريت تتعمل انتخابات من بكره والله يا سيف وحياه ربنا والناس ترتاح. انا مش شايف ان في حد بيعطل حاجه ومش شايف ان في مصلحه لحد يعني. واخد بال حضرتك؟ طب سؤال اخير بيني وبينك، الكابتن هاني ابو ريده هينزل انتخابات ولا لا؟ نازل ان شاء الله. نازل رئيس؟ باذن الله وبيجهز قائمته يعني. مين فيهم تعرفه؟ ها؟ مين فيهم تعرفه؟ قول لي اي جديد لازم اخد منك اي حاجه قبل ما تقفل. مين فيهم تعرفه؟ مين فيهم تعرفه؟ والله انا ما نخشش في الحته دي، بس انا عارف ان هو بيجهز ان شاء الله وناوي يخش باذن الله. شكرا كابتن عزمي مجاهد. الحقيقه كابتن عزمي مجاهد دايما لما بنجيبه كده بنحاول نزنقه عشان نطلع منه الحقيقه، بس هي المشكله فعلا ان هو الناس بيقودوا في ظروف صعبه، لكن برضه نقول لينا واللي علينا قرارات بتتاخر. يعني قرارات كابتن عزمي المره اللي فاتت كان معانا قال 72 ساعه، المره دي قال 3 ايام، برضه بقى لنا 45 يوم. الناس برضه الموضوع لازم يتقفل، لان الموضوع لما بيطول بيبقى صعب جدا، والحقيقه الموضوع لما بيطول بيعمل مشاكل كتير هنشوفها دلوقتي في خبرنا اللي بيقول ان الاهلي يرفض